وحشتوني. من ضمن الأسئلة اللي جات لي كتير وبنات كتير بتسألني عنها، أنا ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ أنا إيه اللي فيا ناقص عن كل البنات اللي اتجوزت حواليا؟ طب هو أنا هتجوز إمتى؟ طب نظرة المجتمع ليا؟ طب ليه كل اللي يشوفني يقولي انتي لسه ما اتجوزتيش ويقعد يتأمز ويتلمز عليا؟ خدي بالك، انتي مش مشروع جواز، انتي حياة كاملة. مش عيب ان انتي ما اتجوزتيش، ومش عيب ان انتي اتأخرتي في الجواز، ومش حتى نقص فيكي لو فضلتي من غير جواز طول عمرك. العيب الوحيد انك تصدقي ان قيمتك متعلقة بحاجة واحدة بس، وان كل اللي عملتيه في حياتك ممكن يتلغي قدام مجرد سؤال: لسه ما اتجوزتيش ليه؟ المجتمع اوقات بيحب يحط الست في قالب واحد: تتربى كويس، تتعلم شوية، وبعدين اهم انجاز في حياتها ان هي تتجوز. ولو ده ما حصلش في الوقت اللي المجتمع شايفه مناسب، يبدأ يضغط ويلمح ويقلل ويخوفك من القطر اللي بيفوتك. بس الحقيقة القطر اللي بيتكلموا عنه ده غالبا رايح لمحطة مش بتاعتك أبدا. خلي بالك من الفكرة دي. الجواز مش جايزة للست كويس ولا عقاب للي اتأخرت في الجواز، هو مجرد اختيار ونصيب بيحصل في الحياة، زيه زي شغل معين أو فرصة كويسة بتجيلنا في الحياة، ممكن يجي وممكن لأ، ومفيش ضمان انه يحقق لك السعادة الكاملة. في ستات اتجوزت كتير عشان تلحق نفسها وعاشت سنين بتحاول تلحق روحها اللي ضاعت جوه جوازها غلط. وفي ستات اتأخرت بس لما اتجوزت كانت فاهمة نفسها وعارفة تختار وعاشت بوعي وراحة. وفي ستات تالتة قررت تكمل من غير جواز، مش عشان محدش اختارها، لا أبدا، عشان هي اختارت نفسها، اختارت حياة فيها حرية وهدوء وتركيز على تحقيق ذاتها وعلى علاقات صح مش مفروضة عليها. السؤال الحقيقي هنا مش ليه ما تجوزتيش، السؤال الحقيقي انت عايزة تعيش ازاي؟ انت محتاجة تكوني صادقة مع نفسك. هل انت عايزة الجواز فعلا، ولا عايزة عشان الخوف من كلام الناس، ولا عشان احساس انك لازم تمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه اللي قبلك؟ لكن في فرق كبير جدا ما بين واحدة بتتجوز عشان عايزة تشارك حياتها مع حد، واحدة بتتجوز عشان تهرب من الوحدة أو من نظرات المجتمع. الأولى بتبني علاقة، التانية غالبا بتدخل سجن شكله حلو من بره. الناس مش هتسكت سواء اتجوزتي أو لأ، خلفتي أو لأ. لو اتجوزتي بدري استعجلت، لو اتأخرتي في الجواز هيقولوا فاتك القطر، ولو اخترتي ما تتجوزيش هيقولوا فيكي حاجة غلط. فليه أصلا تخلي حكمهم هو اللي يحدد مصيرك في الحياة؟ انتي محتاجة تعيدي تعريف النجاح في دماغك. النجاح مش بقيتي زوجة أو لأ، النجاح ان انتي تبقي مرتاحة في حياتك، متصالحة مع نفسك، عارفة انتي مين وعاوزة ايه. ممكن تبقي متجوزة وتعيسة، وممكن تبقي لوحدك وسعيدة، وممكن تبقي لوحدك ومش سعيدة، بس على الأقل عندك حرية تغيري ده من غير ما تكوني مربوطة بعلاقة بتستهلكك. فكرة ان الست لازم تتجوز عشان تبقى مستورة أو أمنة بقت فكرة قديمة قوي، كانت مرتبطة بزمن الست ما عندهاش أي اختيار ولا استقلال ولا بدايل في حياتها. إنما دلوقتي انت تقدري تشتغلي وتعيشي وتسافري وتقرري وتبني حياة كاملة لنفسك، وده مش ضد الجواز أبدا، بالعكس ده بيخلي الجواز اختيار نظيف مش اضطرار. لما تكوني مكتفية بذاتك، لو الجواز جه هتدخليه حياتك من باب المشاركة، مش من باب الاحتياج، ولو ما جاش مش هتنهاري، لأن حياتك أصلا قايمة على نفسك وكاملة. انت مش ضد الجواز، انت ضد ان الجواز يبقى شرط لوجودك. افتكري دايما كل واحدة فينا ليها الرحلة الخاصة بتاعتها. في ناس طريقها فيه جواز بدري، وفي ناس طريقها فيه جواز متأخر، وفي ناس طرقها مختلفة تماما، ودي كلها طرق صح طالما نبع من اختيارك مش من خوفك. لو الجواز نصيب زيه زي أي خيره، مش أعظم
نصيب في الدنيا ومش آخر نصيب في الحياة. الحياة أوسع كتير من فكرة واحدة، فيها شغل وصداقات وسفر ونجاح ووعي وراحة نفسية ونضج وسلام داخلي، وكل ده ممكن تعيشيه سواء اتجوزتي أو لأ. فبدل ما تقعدي تحطي ايدك على خدك وتستني حياتك تبدأ بعد الجواز، ابدأيها من دلوقتي. ابني نفسك، اكتشفي نفسك، قويكي، عيشي، اغلطي، اتعلمي، كوني انتي. ولو في يوم حد جا مناسب يشاركك الرحلة، اهلا وسهلا بيك، ولو ما جاش الرحلة مستمرة وجميلة وكاملة بيكي انتي. في الاخر انتي مش متأخرة، انتي ماشية في توقيتك الصح، ومش ناقصك اي حاجة لانك كفاية وانتي قد الدنيا، ومش مستنية حد يديكي قيمتك لان قيمتك موجودة من غير اي حاجة تانية. كوني انتي وكوني نفسك، وسواء الجواز جه او ما جاش انتي نفسك، ودمتم سالمين.